ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جاي اكلمكم عن ايه العربيات اللي ممكن تشتريها من بدايه 950 الف لحد مليون ونص، وفي نفس الوقت تكون عائليه واس يو في. طيب في الفيديو ده انت هتفتكرني بطبل للعلامه او التوكيل بتاعها، بس هي دي العربيات اللي بتقدم افضل قيمه مقابل سعر في السوق دلوقتي، وبلا منازع كمان، يعني بفرق كبير قوي عن بقيه العربيات اللي معروضه في السوق. خصوصا ان العربيات اللي معروضه بقت كتيره جدا وتتوه الصراحه، فخلينا نتكلم عن العربيات دي واسعار قطع غيارها الخارجيه والداخليه زي ما عودتكم. طيب في الاول كده خليني اقول لكم ان جميع العربيات اللي انا هرشحها النهارده هتبقى من شركه ساو ايست. ولما بصيت على اسعار السوق دلوقتي سواء المستعمل او الجديد، لقيت ان عربيات سو ايست في نفس الفئه السعريه بتاعتها اللي العربيه بتقدمها لك بتقدم لك افضل قيمه مقابل سعر. يعني الباكج بتحس ان هي متكامله، العربيه بتديك كل حاجه، فصراحه بتكسب المقارنات كلها. يعني دايما هتلاقي ان العربيه السو ايست مقابل اي عربيه صيني تانية بتكسبها. وفوق ده كمان العربيات دي ارخص من الكوري والياباني ب 500 الف جنيه، وبتقدم لك تقريبا نفس العربيه، وكمان بتتفوق عليها في حاجات كتير. فالموضوع لازم نبص عليه وما ينفعش نتجاهل المنافسه اللي بتحصل والتطوير السريع من العربيات الصينيه. طيب حد هيجي دلوقتي يقول لي اشمعنى انت رشحت عربيات سو ايست وما رشحتش عربيات شيري او جيتور؟ طيب رقم واحد، هم نفس العربيه، ولكن سو ايست بتتفوق في ان الاسعار بتاعتها دايما افضل وبتقدم مستوى كماليات اعلى. وانا شايف صراحه ان الشكل بتاعها بيبقى افضل في بعض العربيات زي الاس 07. الصراحه شايفها ان شكلها افضل من البدائل اللي موجوده في شيري وجي تور. طيب تاني ميزه في العربيه دي هو التوكيل بتاعها. الصراحه يعني منصور انا شايف ان هو من افضل التوكيلات اللي موجوده في مصر حاليا. التوكيل ده نزل عربيات كتيره جدا، واكتر حاجه خلتني ارشح التوكيل ده الصراحه ان هو لما بينزل اي عربيه وبيطلع فيها مشكله ما بيسيبش الناس، بيفضل يتابع مع الشركه الام، ويعني بيتابع مع العربيات دي وبيحل مشاكلها دايما، زي ما حصل مثلا مع عربيات اوبل وما حصل مع عربيات بيجو، وبرده حصلت مع عربيات شوفرليه. فهو ليه كذا سابقه، ما بيسيبش الملاك، وده عن تجربه شخصيه وتعامل مع التوكيل الصراحه. طيب ثالث ميزه في العربيه دي هي عروض الصيانه والضمان اللي بتتقدم مع العربيه. العربيه بتقدم لك صيانات مجانيه لحد 4 سنين، وبتقدم ضمان 6 سنين او 150 الف كيلو. انا شايفه ده حلو جدا، وبتقدم ضمان على الموتور لحد مليون كيلو، ده بالنسبه للمالك الاول. فانا صراحه شايف ان الباكج دي حلوه جدا، بتبقى تريح دماغ. طبعا العربيه فيها شويه عيوب هتكلم عنها في الاخر، وفي طبعا بعض الفئات تبعد عنها تماما هقول لكم عليها في الفيديو ده. طيب نيجي بقى نتكلم عن اول عربيه فيهم وهي الاس 05. العربيه دي في الفئه السعريه بتاعتها افضل قيمه، وهي بتنزل بفئه واحده ب 950 الف جنيه. المميزات اللي بتقدمها لك كويسه جدا. الموتور بتاعها 1500 سي سي، الفتيس بتاعها ما فيش فيه اي مشاكل، هو 6 سرعات دي سي تي ويت كلات. الموتور ده ما فيش منه مشاكل على العربيه دي يعني، وقطع غياره كمان منتشره، نزل في عربيات كتير قوي، والصيانات بتاعته سهله وما فيش منها مشاكل. وانا شايف ان وزن العربيه مناسب قوي عليه، وهي تبقى افضل اختيار عائلي في الفئه دي من ناحيه الاوبشنز، من ناحيه المساحات، من ناحيه الشنطه، من ناحيه ارتفاع عن الارض، من ناحيه الشكل، من ناحيه حتى الخامات اللي موجوده جوه. العربيه بتتفوق في حاجات كتير. فانا شايفها يعني قيمه مقابل سعر ممتازه، وعمال اكرر الكلام ده لان هي فعلا يعني لما جيت درست السوق، لا العربيه دي بعيده شويه عن بقيه المنافسه خالص. يعني طبعا انا حاسس ان المفروض ان العربيات التانية تعدل سعرها علشان تقدر تنافس معاها. طيب نيجي بقى لتاني عربيه اللي هي الاس 06. العربيه دي انا شايفها العيله بس مش محتاجه الكرسيين اللي ورا. العربيه دي ما تتشراش بالموتور ال 1500، يا ريت تبعد عنها بالموتور ال 1500 لان وزنها تقيل. الموتور ده 6 نقلات، توزيعه للنقلات مش احسن حاجه، فبيعاني شويه مع وزن العربيه، فبيستهلك بنزين عالي جدا. هتلاقي استهلاك البنزين فيه مش احسن حاجه، خصوصا لو انت مش بتعرف تتعامل قوي، مش بتعرف تخلي العربيه تستهلك بنزين قليل. يعني انت رجلك تقيله وكمان بتمشي في الزحمه، فتلاقي الموتور استهلاكه بيطلع معاك ل 11 و12، وده استهلاك مواتير 2000 سي سي اوروبي. فابعد عن العربيه بالموتور ال 1500، انا ما رشحهالكش في الفئه دي. العربيه دي انا رشحها لك بالموتور ال 1600. الموتور ال 1600 مفيش عليه كلام خالص، بيدي لك الباور الممتاز والمناسب لوزن العربيه. كمان الفتيس بتاعه فيه نقله زياده، وده بيريح الموتور اكتر. يعني انا حسيته سلس اكتر في النقلات. العربيه على المطالع ما بتحسش بالوزن بتاعها قوي، والعربيه كمان لما بتدوس بتحس كده ان في دفعه. فالعربيه صراحه ادائها مناسب جدا بالنسبه للموتور ال 1600. وكمان استهلاك الموتور ال 1600 في الزحمه، يعني لو جيت قارنته بالموتور ال 1500 هتلاقي الموتور ال 1500 بيرفع ار بي ام اكتر علشان الفتيس بتاعه 6 نقلات، فبيستهلك بنزين اكتر. فاوعى تروح تشتري الموتور ال 1500 علشان هيوفر اكتر في البنزين. بالعكس الموتور ال 600، الموتور ال 1600 بيبقى اداؤه احسن. هنيجي نفس الكلام للاس 07. العربيه دي افضل اختيار للعائلات وبلا منازع. تمام. العربيه دي فيها 7 كراسي، المساحات بتاعتها لما بتنزل الكراسي اللي ورا بتبقى ممتازه قوي. العربيه شنطتها بتبقى مفروده، الكراسي اللي ورا مفيش فيها نفق فتيس. كمان وحده التكييف اللي ورا يعتبر كامله، يعني التكييف مش حاربك من اي حاجه، في تحكم ممكن تفصل خالص. الناس اللي قاعده ورا ممكن تشغل التكييف على سرعه عاليه، وممكن تتحكم كمان في المروحه.
فالموضوع ده مش موجود في عربيات كتير، ان انت تبقى الوحده منفصله تماما. العربيه كمان بتقدم مستوى خامات ممتاز جدا، ما اقدرش اعلق عليه تماما. التقفيل بتاع العربيه دي ممتاز، يكاد يعني يوصل للاوروبي، بس طبعا ما يوصلش للاوروبي في الخامات والتركيز في التفاصيل والكلام ده، ولكن العربيه بتتقدم تقريبا بنص سعر العربيه الاوروبي منها من نفس الفئه. يعني انت لو عشان تيجي تجيب العربيه دي، لو انت عايز عربيه اوروبيه زيها في نفس الفئه، انت هتدفع دبل الثمن. فانت بعد كده لما تيجي تحسب الموضوع، لا كده في مشكله، لان انت ما بتاخدش اداء اعلى بكتير. يعني هو الموتور ال 1400 سي سي اللي بيتقدم في العربيات الاوروبي والفتيس بتاعه الثمان نقلات، هو يتفوق عن الموتور ده في الاداء شويه صغيرين، ويتفوق عليه بس في توفير البنزين. تمام، فانت يعتبر بتاخد باكج كامله. الهاندلنج عامه بتاع عربيات سو ايست انشف شويه من الهاندلنج بتاع عربيات جيتور، وانا بعتبرها دي ميزه الصراحه، لان انا ما ينفعش اركب عربيه عاليه عن الارض بالمنظر ده وبالوزن ده وتكون العفشه بتاعتها طريه، ما تبقاش مناسبه في السفر والسرعات العاليه. طيب بالنسبه للاس 09 الصراحه ما شدتنيش قوي. انا شايف ان العربيه دي مناسبه بس لو انت فعلا محتاج السبع كراسي، يعني انت لو عندك الاسره بتاعتك عدد افرادها اكتر من 5 افراد. ليه؟ لان العربيه وزنها تقيل جدا، وانا شايف ان فيها غشم شويه في التصميم. يعني العربيه تقيله قوي، مش معمول حساب ده. المرايات بتاعتها عريضه جدا، ولو اي حد مش متعود على مقاسات العربيات الكبيره قوي دي بيخبط المرايات وبتتخبط بسهوله جدا. وكمان اصلا الناس اللي ماشيه على الطريق مش متعوده ان في عربيه تبقى مراياتها بارزه كده. فالعربيه صراحه انا شايفها تقيله قوي، مش مناسبه يعني. وكمان الشنطه بتاعتها والسبع كراسي مفرودين برده مش كبيره، يعني مستحيل هتكفي الشيل بتاع ال7 افراد. انا صراحه مش حاسسها اعلى باكج قوي. يعني انا شايف ان الاس 07 بتقدم مستوى خامات قريب وبمستوى تقفيل قريب. المساحات بس طبعا تتفوق فيها الاس 09، بس انا ما رشحلكش العربيه دي الا لو انت فعلا بتحب الحجم الكبير ده قوي، يعني يفرق معاك او محتاجه. وكمان سعر العربيه في الفئه دي ممكن تبص ساعتها على الكسر الزيرو في المستعمل. ممكن تبص على عربيات اوروبي في الفئه دي، ولكن الاس 07 خصوصا الموتور ال 1600 انا شايفها اختيار افضل بكتير. ما رشحلكش ابدا ان انت تجيب العربيه الاس 07 بالموتور ال 1500. برضو العربيه وزنها تقيل وهتستهلك منك بنزين عالي جدا لو انت رجلك تقيل عليها في الزحمه. طيب بالنسبه للكاميرات مثلا الاس 07 بتقدمها لك العربيه تقريبا فولي لودد، فيها تبريد في الكراسي، فيها حساسات للنقط العاميه، فيها قياده ذاتيه. ولو اني الصراحه ما بقتنعش باي حد بيدور على الاداس فيتشر في العربيات دي، لان انت ما ينفعش تعتمد عليه وتمشي فتحه الصراحه في مصر خالص. ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل لك، ويعني الطرق عندنا ملهاش كتالوج، فما ينفعش تثق في التكنولوجيا في الحاجات دي بالذات. ممكن يشوف عربيه ماشيه عكس، ممكن يشوف اي حاجه مجنونه عندنا في الشوارع. فانا ما انصحكش ابدا ان انت تشتري عربيه بيزد اون الاداس فيتشرز، او ان انت تمشي بيها وانت فاتحها اساسا. العربيه الشاشه بتاعتها سريعه وحلوه جدا، يعيبها بس ان الاضاءه مش احسن حاجه والازاز كتير في العربيه، فيعني في ريفليكشنز كتير جدا. فانا انصحك ان انت تركب في العربيه دي عزل حراري كامل، لان العربيه فيها مساحات زجاج كتيره، ولو انت راكنها في الحر اكيد التكييف هيعاني شويه. انت لازم تعمل العربيه دي عزل حراري. عيب بس على الشاشه، وده موجود في كل العربيات الصيني، ان هم بيحطوا اي اوبشن موجود قدامهم. يعني اي اوبشن سواء هتحتاجه او مش هتحتاجه بيتحط في العربيه، فبتيجي في الاخر بتلاقي ان العربيه بتلخبط، مش كل حاجه واضحه قوي، خصوصا للناس الكبيره. لو حد مش قادر يبص في الشاشه ويركز ويقعد يقرا كل حاجه ويفهم كل حاجه، هيبقى الموضوع بالنسبه له صعب شويه. بس تبقى حاطط في دماغك ان انت مش هتلاقي كل حاجه يعني تدوس الزرار. اداء العربيات ثابت قوي في طرق السفر، بس الاربع عربيات ما ينفعش بيهم مناوره وغرز والكلام ده. فلو انت هتجيب العربيه دي لشاب، ما اعتقدش ان هو هيتبسط فيها الا لو هو ما بيحبش الجري خالص. فممكن تبص على الاس 06 الاعلى فئه، ولكن انا ما رشحش العربيات دي خالص للفئه الشبابيه. يعني العربيات دي عائليه بامتياز، ولكن ما تترشحش خالص لاي حد عايز جري او اداء على الطريق او الكلام ده. العربيات دي معموله للنقطه دي بتفيت النقطه دي وبامتياز كمان. طيب نيجي بقى نتكلم على قطع غيار. طبعا قطع الغيار اللي انا هكلمك عليها هي قطع غيار العربيات الجيتور، مش العربيات السو ايست، لان السو ايست العربيات لسه نازله، ولكن الاسعار دي هتلاقيها قريبه جدا من اسعار السو ايست. طبعا لازم تبقى عارف ان الاربع عربيات بتشاركوا مع بعض في حاجات كتير، فبتلاقي اجزاء كتير في العفشه متشاركه وبتركب على بعض. وانا شايف ان الاسعار بتاعتها مقابل الفئه بتاعت العربيه اسعار مش غاليه خالص. وكمان ما تنساش ان انت عندك 4 سنين صيانه مجانيه، فالموضوع صراحه انا شايفه موفر جدا. هو بس قطع غيار الخارجيه للعربيه اللي هتلاقيها غاليه قوي. وتعالى اقول لكم يلا دلوقتي على اسعار قطع الغيار. طيب بالنسبه للفانوس الامامي الليد، الفانوس ده هتلاقيه غالي جدا، وده يعتبر اغلى قطعه غيار في العربيه. هتلاقيه في حدود ال 50,000 لما يتوفر. يعني هو مش موجود دلوقتي في السوق، بس لما يتوفر هتلاقيه في حدود ال 50,000. طبعا الاس 05 السعر بتاعها ممكن ينزل عن كده شويه. بالنسبه للشبكه الاصلي عامله 13,500، الاكسدام الامامي عامل 12,500، كساحه الاكسدام عامله 7,500،
فبره الاكسدام عامله 7000 جنيه، الشبكه اللي تحت عامله 12000 جنيه، فانوس الشبوره نفسه عامل 3500 جنيه، الشنطه عامله 10500 جنيه، اكسدام الخلفي عامل 12500 جنيه، المرايه اللي من غير كاميرا عامله 10000 جنيه، الرفرف الامامي ب 9000 جنيه، الكبوت عامل 35000 جنيه، الفانوس الخلفي اللي في الرفرف عامل 7500 جنيه. بالنسبه لتيل فرامل الامامي عامل 5500 جنيه، وتيل فرامل الخلفي عامل 5000 جنيه، والطنابير الامامي عامله 6500 جنيه، والطنابير الخلفي عامله 6000 جنيه، والمساعد عامل 5250 جنيه. بالنسبه للاسعار دي انا شايفها مش غاليه قوي، واسعار مش اقتصاديه، ولكن انا شايفها اسعار مناسبه. بالنسبه للعربيه الاس 09 تاني، انا ما رشحلكش العربيه دي غير لو انت فعلا محتاج المساحات بتاعتها، فهتلاقي فيها ان الفرامل مثلا بتستهلك بسرعه قوي لان العربيه وزنها تقيل. برضو هي بتقدم قيمه مقابل سعر، ولكن انا شايف ان العربيه الاس 07 والاس 06 موزونين عنها اكتر. طبعا الاس 06 زي ما قلت لك لو انت عايز عربيه روشه شويه ومش فارق معاك تماما وجود كرسيين ورا، اسرتك 5 افراد بس، طبعا اكيد بتيجي ظروف بتحتاج فيها الكرسي الزياده ده، ولما بينزل بيبقى مستوي خالص، يعني انت مفيش معاك مطب في الشنطه، فالموضوع مش هيضايقك خالص. طيب وبكده انا خلصت. لو عجبك الكلام ده ما تنساش تعمل شير للفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه.